دي ان اي مساء الخير. الحقيقة من يوم خطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله التنين الماضي وفي نغمة دارجة بالبلد أنه نصر الله قدم خطاب المنتصر بسوريا وحط شروط على البلد وعلى فريق 14 أدار، وتم تناسي كل عناوين التواضع والمصارحة لميزة الخطاب. يمكن أكثر مرة بتاريخ البلد بنسمع كلمة الانتصار وخطاب الانتصار هي بظرفها 3 أيام، أكثر مرة. ليس خطاب انتصار، لا هن بيعتبروا تارة خطاب انتصار، تارة ولاية الفقيه أو حد للآخر، وهذا كلام يعني يدرك الجميع مدى سخفه ومدى يعني ما له علاقة بالسياسة. فعلا كلام سخيف وما له علاقة بالسياسة. لا، وصار في تحليلات عم تحكي مش عن انتصار عادي، إنما عن انتصار في قبله وفي بعده بالحياة السياسية اللبنانية، انتصار له نتائج على كل تفاصيل السياسة بالبلد وبعد شوي بالإقليم. مثل ما قال الصحافي إبراهيم بيرم، هيدا سخافي بالسياسة، سخف حقيقي من قبل اللي روجوا إنه هالخطاب هو خطاب انتصار. من موقع الحريص والمتواضع حتى في إعلان انتصار خياراته. يعني السيد امبارح يعني اعلن خطاب النصر الحقيقه. لهالدرجه خطاب النصر طبعا مش مبالغ هذا التوصيف ولا؟ لا انا بعتقد انه يعني حقيقه على الارض. السيد عم يحكي انه نحن بطريقنا الانتصار تحقق نصر، نحن كفريق متضامنين مع النظام بسوريا حقق انتصار. مع الوزير مراد ببدايه الحلقه وصف الخطاب بالامس بخطاب اعلان النصر، ونحن سالناه انه مش عم بتبالغ بهذا الموضوع، اذا كنت بتوافق حضرتك؟ 100% انا اعتبره خطاب شبيه بخطاب بنت جبيل، خطاب من وعد بالنصر في الازمه السوريه وقد تحقق هذا النصر. فعلا شيء سخيف، مثل ما كانت عم تقول المنار عن الشيء اللي قالته المنار. هلا الحقيقه يمكن كان المقصود انه يكون الخطاب خطاب الانتصار، انما انتبهوا الشباب انه لك لا، هيدي كثير كبيره. فصار محاور وضيف على قناه المنار عم يوصفوا بالسخف شيء مرق بمقدمة نشرة أخبار المنار وعلى ألسنة كل المعلقين والسياسيين اللي تمت استضافتهم لمناقشة الخطاب. أنه منيح النقد الذاتي كمان، عظيم. برجع بقول علما أنه الخطاب كان مقصود منه يكون خطاب انتصار. وبما أنه نصر الله قرر يحكي بصراحة وبتواضع، فأنا بصراحة وتواضع رح ناقشه بعبارة هذا زمننا. زمننا بما يعني حزب الله اليوم هو زمن دولة راعية لحزب الله على شفير الإفلاس، عم تحاول جديا تطلع من أزمات اقتصادية تقريبا شلت البلد وركعت اقتصاده. هذا زمننا اللي سعر رغيف الخبز فيه بإيران ارتفع 100% وسعر كيلو دجاج 300%. هذا زمننا اللي التضخم فيه وصل لأكثر من 45%، يعني قيمة الراتب اليوم بإيران نزلت تقريبا النص. إذا واحد بيقبض 100 ليرة قيمة هال100 50 ليرة تقريبا. الليرة اللي بجيبة الإيراني قيمتها نص ليرة. هذا زمننا اللي البطالة فيه أكثر من 30% بإيران. هذا زمننا اللي فيه أكثر من 40% تحت خط الفقر بإيران. هذا زمننا اللي الصادرات الإيرانية النفطية نزلت أكثر من النص، واللي عم بتبيعه إيران مش عم تقدر تقبض حقه، إنما عم بيتراكم بحسابات مصرفية ما عندها حق الدخول عليها. والأهم من هيك، هذا زمننا اللي الشيطان الأكبر فيه صار الشيطان الأكبر سابقا. طهران تسعى إلى تحسين ذاكرة الإيرانيين تجاه واشنطن في تجميل للمشهد والمضي على درب استعادة الود مع الأمريكيين. وضمن تلك المساعي نحو واشنطن أمرت السلطات الإيرانية بإزالة اللوحات المنتشرة في شوارع طهران التي تحمل شعارات معادية للولايات المتحدة. مثل هذه التطورات على صعيد الداخل الإيراني تنبئ عن موقف قوي ومدعوم للرئيس روحاني في سياسته الخارجية من مرشد الثورة ومن قوى فاعلة في إيران. هذا زمننا في شلح ثياب مش أقل من هيك. وبالتالي إذا بدنا نحكي بالتواضع وبالصراحة، فالمطلوب من حزب الله يصارح جمهوره. ليه اليوم طارح اللي طارحه؟ ليه عم بيحط شيء على الطاولة ويسميه تسوية؟ لأن ببساطة شايف قدامه الأمور رايحة على محل تاني. وبالتالي خلينا نستعجل نقرش القوة اللي بين إيدينا بالسياسة بسرعة. الصراحة بتقتضي تقول إنه هيدا بأحسن الحالات مش زمننا، هيدا زمن بوس الأيادي الأمريكانية والدعوة عليها بالكسر بأحسن الحالات.
أما أنه زمن انتصارات وفرض معادلات وتهبيط حيطان فهيدا من باب الدعاية السياسية والحرب النفسية اللي بعتقد من باب التواضع خليها تنحط على جنب. النقطة الثانية المهمة أنه خطاب نصر الله وصف الخلاف على الحكومة وكأنه هو خلاف على الحصص 9 6 3 8 ما بعرف، بينما حقيقة الأمر هي الخلاف على كل تفاصيل الشراكة السياسية بالبلد. في فريق آخر النهار قرر بشكل منفرد يبعث جيش محمي بالسلاح وبالإعلام وبالقرار الحزبي العلني ليحارب بغير دولة من دون استشارة حدا، وخلافا لكل قواعد العيش المشترك اللي وحدة منا توافق اللبنانيين على إعلان بعبدة. هون المشكلة، الأعداد من بعد هيك مين بياخد شو بالحكومة، تفاصيل ما لها أي قيمة بالسياسة اليوم بمعيار اليوم. حقيقة حزب الله كل يوم عم بيقدم مباشرة أو بشكل غير مباشر أدلة على غياب أي قواعد وأي أصول للعيش المشترك بأدائه السياسي. مثلا انا اعتقد بانه بيغلطوا كتير فريق 14 اذار فعلا. انت عم بتقول بيغلطوا كتير شو اذا ما قبلوا، وهذا وارد انه ما يقبلوا، ما هي مترتبات الواقع الجديد؟ انه فريق الثاني يعني الوسطيين اللي قلنا عنه رئيس الجمهوريه والرئيس والنائب جنبلاط وفريق 8 اذار مفترض يشكلوا البديل، يعني يطرحوا يعني انه ايه شو بدهم يعملوا في هاي الحاله. وهي حكي عنها نفس السيد عندما قال بخطاب انه نحن هلا بنقبل فيه، بعدين عندنا خيارات ثانيه، وهذا احد الخيارات المطروحه. ترجع تعيد تجربه حكومه مميز تخلو من فريق 14 اذار. وشو ما بدها شيء، بس ما في ابسط من هيك. عظيم، مع انه الخيار تجرب سنتين ما جاب الا الخراب على البلد، بس مع ذلك خلينا نقول خيي هيدا خيار بالسياسه. طيب بتشكل حكومه انه بسيطه بلا 14 اذار مثل اللي تشكلت. طيب بالمقابل ماذا لو تشكلت حكومه بلا حزب الله؟ بلا 14 فهمنا بسيطه وشغله شربة مي، بس بلا حزب الله شو؟ انت تذكر تماما عندما سقطت حكومه الرئيس يعني نجيب ميقاتي، اول طرحوه اخواننا بال 14 اذار، بتتذكر شو هو؟ حكومه بلا حزب الله. صحيح. حدا بيحكي هذا الكلام وبيكون براسه وعي، يعني انت بدك تعمل حكومه يعني خلاف كل الاعراف والتقاليد والحسابات السياسيه والمعادلات السياسيه بالبلد. هيدي اصول الشراكه بذهن حزب الله ومن يدور في فلك حزب الله. حكومه بلا حزب الله هي خطوه بلا وعي، بس حكومه بلا 14 اذار هي قمه الادراك، قمه الوعي، قمه المسؤوليه والاحساس بالوطن. لذلك عم اقول انه الازمه اللي جرب يحطها بسياق 9 6 و3 8 وانا حصتي وحصتك، الازمه الحقيقيه اليوم بالبلد مش ازمه حصص نهائيا، ازمه شراكه. هاي الارقام اللي انطرحت هي قنابل دخانيه للتعميه على حقيقه المشكله، مثل كل القنابل الدخانيه اللي عم تنزت كل لحظه بكل موضوع بكل ملف في قنبله دخانيه. خذ مثلا سوريا، شو المشكله اليوم بسوريا؟ تكفيريين. هل في ثوره؟ لا. هل في نظام صار قاتل 200,000 من شعبه؟ فيها أن. هل في جريمة مفتوحة بسوريا؟ مش أكيد. هل في شيء بحمص؟ ما في شيء بحمص. قنابل دخانية. هلا أكثر شيء دارج من هالقنابل تكفيريين. والتكفيريون يتطاولون على المقدسات. على كل حال بدي أشوف هالمقطع واسمعه بنفس الوقت مثال على ما يحدث اليوم للمكونات تحديدا المسيحية في الشرق سوريا. إلى أي مدى في سوريا وفي غير سوريا، المفهوم واحد عم بيكون. خلينا نشوف هذا المقطع. يظهر تكفيريين من سوريا يحطمون تمثال السيدة العذراء وبابتسامة عريضة. بإذن الله سبحانه وتعالى لن يعبد في أرض الشام سوى الله، ولن يقم إلا حكم الله، ولن يعبد الجبت والطاغوت في أرض الشام بعد هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نرضى بغير الله ودين الله وسنة نبي محمد بن عبد الله. تكبير. فمن أعمالهم تعرفونهم. شوف التأثر، شوف الجرح النفسي والمعنوي من هالمشاهد المؤلمة. طبعا تهبيط المساجد بسوريا موضوع ما كتير بيعني المحطتين. المشهد بسوريا هو بس تكفيريين عم يأذوا مقدسات مسيحية. هذه قنبلة دخانية مثل قصة 9 6.
مشكلة بغير محل بياخدك على غير محل. كل شيء تاني مش موجود. دفن الناس أحياء، التعذيب، الجريمة المنظمة، تهجير ملايين البشر، تدمير مدن بأمة وبيا، هيدي تفاصيل مثل كتير تفاصيل تانية ما منشوفها، خصوصي لما يكون اللي عاملها إيراني. 80 جلدة لكل واحد من 4 مسيحيين، والسبب شرب النبيذ في خلال ممارسة الشعائر الدينية. سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية الضوء على حكم صدر بحق 4 مسيحيين قضى ب80 جلدة لكل منهم بسبب شربهم النبيذ خلال ممارسة شعائرهم الدينية في إحدى الكنائس في إيران. الحكم الصادر بحق المسيحيين ال4 اتهمهم بخرق القوانين الخاصة بالسلطة الدينية الحاكمة في البلاد. وعلى خلفية هذا الحكم صدر تقرير عن الأمم المتحدة انتقد إيران واتهمها باضطهاد غير المسلمين. الحكومة الإيرانية بحسب صحيفة ديلي ميل تصاعد في قمع الحريات الدينية في محاولة للحد من الازدياد المضطرد للمسيحيين في إيران، والذي تنظر إليه باعتباره تهديدا للغالبية الشيعية في البلاد. طيب هون في دولة، هونيك في عصابات مسلحة، هون في دولة. هيدي ما بنشوفها. بس يا خيي عال، الان بي ان عندها مشروع سياسي، فهمنا، عم تلعب لعبة بروباغندا حقها. رح يطلع حدا يسألك طيب الاو تي في شو ناقصها؟ ببساطة ناقصها المصداقية، لأنه اللي فيه بتاريخه هالمشاهد اللي رح بعرضها بعد شوي ما بيطلع له يفتح تمه بحرف على أي إساءة بحق المقدسات عامة وتحديدا المسيحية. يطلب منك انك كل واحد اشتغل بالمصحة على العيارة ميك اخته. طيب سلامتكم يا ابني، الله يكفيك. بعيط لي حبيبتي كان كثير تخيني ولو بشرفكم انه اللي مكسر صالون بكركي وراقص بالبترك ورافع صورة زعيمه السياسي فوق راسه واهانه لحد انه بكاه، معلش انه بده يرخي علينا شوي بموضوع الاعتداء المدان على المقدسات. الاعتداء المدان على المقدسات هيدا قبل ما ناقشه بانه حتى هالمشهد المدان هو مشهد سنوي بالحدث السوري مهما حاولوا نفخه بالاعلام. فاذا عن جد بدنا صراحه وبدنا تواضع، خلينا نوقف قنابل دخانيه، نوقف كل تهبيط الحيطان ونحكي جد. الجد بيقول انه كل هالتعتير هو زمننا، هيدا زمننا، هيدا التعتير العقلي والقيمي والنفسي، هذا هو زمننا، وهذا تعتير على الكل مش على حدا لحاله. فإذا عن جد بدنا نتواضع خلينا نتواضع. تصبحوا على خير.